لبساتو سبايدر مان وغطات ليه وجهو وقالت له غتمشي يا بابا للمحكمه باش نمشيو نحبسو عمو، نصيفطو عمو هذا اللي كيتكرفس عليك وكيتعدى عليك، نصيفطوه للحبس. الدري تحمس لان هذا كان كيأذيه 10 شهور، وهذاك الشكايه محطوطه 10 شهور، والبوليس كيديروا راسهم راهم كيديروا التحريات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي متتبعي قناة حميد ستوريز، مرحبا بي عندكم مرة أخرى في قصة جديدة. هذه المرة قصة جبتها لكم من قاع الخابية، واخا عاد وقعت الأحداث ديالها، عاد الحكم صدر فيها نهار 30/4/2025 في غرفة جنايات البحيرة في مصر الشقيقة. القصة اللي عرفها الرأي العام المصري والرأي العام العربي اللي عرفوها بقصة ياسين الطفل سبايدر مان. القصة كتجيك خيالية، علاش؟ لأنه الأحداث ديالها غريبة، ما يمكنش هذه أصلا القصة ما يمكنش تكون جريمة. هذه شيء آخر، هذه فات الجريمة ديال هذه. الشعر ديال راسك غادي يوقف ملي غتسمعها. كل واحد فينا عنده وليد، كل وحدة عندها وليد. إلا كانت حاليا كتسمعني راه في الكوزينة كتنقي البطاطا أو مطيشة أو بالعامية والدارجة، توقف وتسمع هاد القصة للعبرة. هاد القصة خدا فيها البطل ديالنا اللي هو ياسين، واللي في العمر ديالو 6 سنين، واللي فوق الجريمة كان العمر ديالو 5 سنين. لأن هاد القصة عام وهي كدور ما بين النيابة العامة وما بين المحاكم وما بين أقسام الشرطة. ها هي اليوم تحكم فيها 30/4/2025، وتحكم فيها حكم قطعي ابتدائي محكمة الجنايات ومن أول جلسة. الطفل ديالنا ياسين كان في عمره 5 سنين. الاب ديالو كيشتغل على برا ديال مصر، شويه الفلوس، تفاهم مع الام، قال لها غادي نقريو في مدرسه شويه راقيه، شويه مدرسه لغات. قلبوا ما لقاوش ما عدا مدرسه واحده اللي فيها هاد المميزات، وهي مدرسه خاصه، وكانت خاصه بالاقباط. يعني المسيرين ديالها كيكونوا كلهم اقباط، كيكونوا كلهم من الديانه المسيحيه. وهاد المجرمين هادو ما عندهم حتى شي علاقه بالديانه المسيحيه، باش ما نبقاوش نتهموا الاديان، هذه مشكله اخلاق. الطفل ديالنا ياسين كل نهار كتجي عنده الحارسه العامه وكتاخذو من القسم بالموافقه ديال الاستاذه، وكتشدو من يدو وكتديه اما للطواليت واما لواحد الكراج تابع لهذيك المؤسسه الخاصه. في واحد الطوموبيل كتكون مركونه تما محطوطه قديمه حمراء، كتديه للمغتصب اللي هو هذاك السيد اللي سميتو صبري كامل، وهو محاسب، هو الكونطابل ديال هذيك المؤسسه. كيغتصبوا وكيعنفوا لدرجه انه في واحد المره ياسين كيوصف بان هذا الشخص هذا كيغتصبوا وكيجروا من شعره حتى الشعر ديالو كيبقى ليه في يديه. شوف القلب اللي عند هذا السيد هذا السيد هذا عنده 79 سنه في هذيك الوقيته. دابا الان فاش داز الحكم عنده 80 سنه، يدعي المرض وكيتمرضن دابا وكيدير راسو مريض وجيبوا لي الدواء ديالي وانا ما قدتش على هذا الشيء، وانا الشيطان في صوره انسان. الكارثه العظمى شنو هي؟ الكارثه العظمى هي انه هو هذا الوليد هذا مشى كيشكي المدرسه ديالو، شكا ليها. لان فاش كتجي تاخذ الحارسه العامه كتاخذو من القسم، والمدرسه كدير راسها ما شافت والو، كيشكي عليها. مشى عندها قال لها استاذه راه شنو كاين، راه عمو كيتكرفس عليا وكذا. شداتو من يدو وداتو من عند المديره وسولاتو قبل، قالت له واش قلتيها لباباك وماماك؟ قال لها لا، راه كيهددني، كيقول لي راه الا مشيتي قلتيها لباباك وماماك راه غنقتلهم. هو كطفل كيبان له بانه كيحمي والديه، ما قادرش يصارح والديه لان كيحس براسو غادي يتسبب في الموت ديالهم. شداتو ديك الاستاذه وداتو لعند من عند المديره على اساس زعما انها هي ما فاهمه والو، وهي طرف في الجريمه لان هي كتساعد على هذا الشيء هذا. هي واتضح من التحقيقات انها كتساعد. المديره فاش جابتو لعندها البيرو سولاتو، قلت له قلتيها لباباك وماماك؟ قال لها لا ما قلتهاش لباباك. قالت له ما تقولش حنا غنعيطوا لهذا عمو. عيطوا لعمو، جا عمو قالت له شد دابا العصيه، هكا العصيه وضربوا. شوف الوقاحه، شوف القصه كي دايره. شوف تخيل، حط راسك كتشوف هذا السيناريو هذا اللي كيوقع. تخيلوا معايا.
عطاتو العصيه كانه كيضربو زعما راه انتقم منه، ولكن راه لا غد ليه عاود جابتو ليه الحارس العام، عاوتاني اغتصبو. هاد الولد هذا بقى خايف، هي الام كتحس به، لان الدري فاش كيدخل للطواليت كيبغي يدير الخروج ديالو كيتزير، وهي مع ما فهماش، ما عرفاش، ما ظناتش، ما طاحليهاش في دماغها هادشي هذا. وفي العطله سافروا عند الاب ديالو وقال لبابا انا بغيت نقول لك شي حاجه. بابا قال له قول، لان الاب دائما هو رمز الامان. قول بابا شو واقع؟ ويسحبوا غيقول له شي حاجه عاديه. قال له راه كيفاش وكيشدني عمو وكيدير لي وكيفعل. جاب هو ما تخيلش، ما دخلتلوش لدماغه كأب، ما دخلتلو سيناريو. يقدر يكون ولده غير كيألف، ولكن شنو هو السبب اللي غيخلي هذاك الطفل الصغير يألف؟ بقى كينسيه، كيعاود يسولو، كينسيه، لقاه مصر على الهضره. رجع هو والمراه ديالو رجعوا لمصر وداروا بلان 10 شهور، وهذيك الشكايه محطوطه 10 شهور، والبوليس كيديروا راسهم راهم كيديروا التحريات، وفي الاخر كيجاوبوا النيابه العامه كيقولوا لها بانه عدم كفايه الادله، وهذاك الراجل راه راجل مزيان، وهذاك الراجل راه كذا وعنده 80 سنه، ما يمكنش 79 سنه، ما يمكنش يدير هذا الشيء هذا. فهمتي؟ وفي هاد 10 شهور كانوا كيتعرضوا للضغط والمساومات من طرف اولا واحد البرلماني على واحد الحزب من واحد الحزب عندهم معروف، ومن طرف واحد خي كيبيع ويشري في هادشي ديال الانتيكات وهادشي ديال التحف، لدرجه انهم عطاوهم واحد الاقتراح. قالوا لهم ياسين وخوه غيقراو مدى الحياه فابور في هذيك المؤسسه مع ضمان عدم التعرض، غيسحبوا هذيك الشكايه، راه ما غتصوروا حتى شي حاجه. الوالدين كانوا مصرين انهم يكملوا هذه الرحله وكملوها. داز الملف للحفظ، بلاص ما يدوز اجراءات قضائيه داز للحفظ. فتحوا الملف مره اخرى، داز للحفظ. وفي المره الثالثه فاش عاودوا فتحوا الملف دازوا للسوشيال ميديا. شحال من واحد تيقول لك لا خصنا نخليو القضايا وسط المكاتب. شكون اللي قالها لك؟ بعض المرات كاين قضايا ما يمكنش كتولي قضيه راي عام، لانه فعلا كل ما دازت هذه القضيه للراي العام، هاد المراه هذه وراجلها وهذا الولد بالضبط ما ياخذش حقه. جابوا شواهد طبيه ما قبلوهم اليومش. الشهاده الاولى جات من طبيب خاص، لا هذا طبيب خاص تقدر تكون عطيتوه الفلوس. مشاو جابوا شهاده طبيه من سبيطار ديال الدوله. جابوا الطفل، داروا واحد الطابور ديال العرض، عرضوا واحد عدد من الاشخاص، تعرف عليه المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه، بدلوا ليه الشكل ديالو، ما تعرفش عليه في المره الثالثه. قال لك لا حتى ما تعرفش عليه، دونك الطفل راه ما عرفش كيقول. لا الشريف انت بدلتي ليه الملامح ديالو، كيفاش انا طفل عنده غير 5 ولا 6 سنين هذه. وجات اللحظه اللي غينتصر الطفل ياسين، وغتنتصر ليه العداله، غتنتصر ليه النيابه العامه، وغينتصر ليه القضاء. جلسه 30/4/2025 كانت احتماليه انه يستجوب الطفل. الام ديالو لبساتو سبايدر مان وغطات ليه وجهو وقالت له غتمشي يا بابا للمحكمه باش نمشيو نحبسوا عمو، نصيفطوا عمو هذا اللي كيتكرفس عليك وكيتعدى عليك، نصيفطوه للحبس. الدري تحمس لان هذا كان كيأذيه. الدري ما فاهمش مسكين. داو للمحكمه وطلبوا من الناس ما يصوروش وخلاوه بداك اللباس ديال سبايدر مان. دخل تحطوا شواهد طبيه، جاو ناس اخرين، 2 ديال الناس كيشهدوا بان هذاك السيد تحرش بولادهم وتعرف عليه الطفل ياسين. حكمات المحكمه وفي الجلسه الاولى بالادانه 25 سنه، رغم انه هاتك عرض خصو 15 عام، انه هاتك عرض في مساحه امان، بمعنى راه ماشي لقاه في الزنقه وداه، لا شريف، راه في واحد المكان اللي مقدس اللي هو مدرسه. هذاك اللي هاتك العرض مسيحي، المديره مسيحيه، هذيك الحارسه العامه مسيحيه، هذيك الاستاذه مسيحيه، حتى هما غادي يتابعوا. وانا اكررها، راه هنا كاينه جريمه، ما بقاش نقولوا حق حتى مصر عندهم هذا الشيء ديال الاقباط وهذا الشيء ديال المسيحيين ديال المسلمين، عايشين مده في سلام. مره كتنوض شي حاجه خلافات ليا بسيطه، ولكن يعني متجاوزه. هنا عندنا جريمه ضد الطفل، كان يقدر يكون هذاك الطفل مسيحي وكنا غنضامنوا معاه،
وحنا كنا كنتضامنوا مع اي واحد كيتعدى على طفل. القانون في مصر كيفرق ما بين طفل وطفله. وكان دابا الطفله غيبداو معاها ب 25 عام، هي زايده 10 سنين، ولكن حيت الطفل ذكر 15 عام، ولكن حيت في مساحه الامان اولا كيسميوها في هذوك لونطوراج اللي هو داير بهم ديال الامان، لان عطيتيه للولد بحال شيفور طاكسي. شيفور طاكسي راه اغريمون، عنده غريمه، عنده مأذونيه، يعني عنده رخصه. ملي غتركب مع واحد مثلا لقيتيه في الطريق وضربك اولا كريساك، راه ماشي هو ركبتي مع مول الطاكسي مثلا وكريساك، كاين فرق. هنا العقوبه تضاعف. القصه ديال ياسين قصه ديال الجهاد. جاهدت الام ديال بصح، وجاهد الاب، جاهدوا من اجل الابن ديالهم. هنيئا لياسين، هنيئا لياسين اللي انتصر على عمو.